السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي مساكم يا شعب الكويتي، شعب الوفي، شعب ينحط على الراس. الله يحفظنا ويحفظكم. الرسالة اليوم كذلك ردي على بعض المشككين وما فهموا من بعض الكلام المقصود لإخواننا البدون. نبلش الجيم. عندما تفهم الموضوع العمل الإداري تفهم أن الجهاز المركزي للشؤون بصفة غير قانونية مأخوذ من إدارتين: إدارة القوة العاملة وإدارة شؤون الهجرة، لأن كل هذول ينصبون على الإقامة. اللي إقامته منتهية يعتبر في صورة في الكويت غير قانونية. البدون صفتهم مش غير قانونية عندنا في البلد، هم أبناء البلد. وأنا ما قاعد أحرض الحكومة على البدون على الحكومة. أنا كويتي ولي حقوق الديمقراطية والدستور كفنني أنا أقول ما أقوله بصفة القانون وضمن القانون، إني لا أتعدى ولا إني أقول ما لا ينفع في القانون. اليوم الكويت من ضمن الدول العالم اللي موجودة ومسجلة في الولايات المتحدة، وكذلك الكويت من ضمن الدول العالم اللي موجودة في حقوق الإنسان. عندما نتعنصر على إثبات الجنسية وكأننا نحن أبناء هذا البلد من أيام الفطرة، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت في دول ولا كان في أوراق ولا كان في جناسي. هذا الأمر مستحدث جديد، يعني صار له 90 سنة 100 سنة. حلو الكلام. لما أنت تكون في هذا الموقع اللي يعيشه البدون، لا جنسية، لا جواز، لا بطاقة مدنية، لا إثبات، لا عقد زواج، هني أنت راح تعرف المعاناة. المفترض أن المشاعر والفطرة الإنسانية أنك أنت تتكلم عن حقوق، وأنك أنت تستعجل في هذه القضية، وأنك تفرق هذه القضية. أنا لا أطعن في فلان ولا أطعن في فلان، أنا أنصح في حلها بطريقة. إذا كانت الحكومة ما عندها أو مثل ما عندها رأي، قد يكون رأي من ضمن الآراء اللي موجودة في الحكومة. نعم، القضية أخذت انحياز العنصرية أكثر من حقيقة القضية وواقع القضية. لو كانت القضية فيها حقائق موجودة لما خرج علينا اللي كانوا يداومون ويعملون في الجهاز المركزي السابقين ويتكلمون، من أمثال أتوقع العثمان ولا غيره. فأرجو من إخواننا المستعنصرين، ثبت الكلام، المتعنصرين لا تشدون حيلكم وايد. ترى إذا أنتم لسانكم طويل إحنا لساننا أطول منكم، وإذا أنتم عندكم كلام ترى إحنا عندنا كلام، وإذا أنتم عندكم حجج احنا عندنا أقوى من حججكم بعد. إذا كان كلامنا واطي فلا يدل عنكم إن إحنا نخاف من نوعية العنصرية اللي عندكم. نحن لساننا أطول منكم، بس العقل والحكمة يحكمنا أن نرد عليكم بأمثال وطريقة هادئة عشان ممكن لعله تستوعبوا الكلام اللي احنا قاعد نقوله. إخواننا البدون لهم حقوق مثل ما أنت لك حق. اليوم أنت قاعد تنام تحت تكييف، قاعد تنام تحت بطانية والجو بارد، إذا تعبت ومرضت رحت المستوصف في بطاقة مدنية، هذا حقوق. اليوم أنت تروح تدفع فلوسك حق سوريا وحق فلان وحق فلان المحتاجين من الدول اللي حاشهم الضيم وحاشهم القهر، تروح تدفع فلوسك هني، تروح تدفع فلوسك الله يرزقك وتاخذ أجر. إذا إخوانك البدون اللي قاعدين في الكويت هني اللي ناس مو قادرة تعيش ولا قادرة تعمل وتشتغل، هم بعد ما لهم حق انهم يعيشون وتعطيهم فلوس وتساعدهم. انا طالبتك في حقوق. وبعدين كذلك انت تتكلم انه والله انت منو حضرتك؟ انا حضرتي انا مواطن كويتي واملك الجنسية المادة الاولى، مثل ما انت لك الجنسية الاولى وقاعد في الكويت. منو حضرتي؟ انا مواطن ويكفيني الدستور اني اتكلم بما اشاء بضمن القانون من غير قلة ادب وتجريح وسب، وانا ما حرضت احد على احد، انا اتكلم في اقتراحات. وانبه
في الظلم والظلمات يوم القيامة، والدعوة مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. ويا خوفي من ضمن الناس اللي انتم قاعد تظلمون وقاعد تحطون العصا في هذه القضية، انها ما تمشي تصيبك انت الحوبة وتصيب غيرك. يا تقول خيرا او تصمت، لا تلفون الموضوع، تحطون المواضيع كلها بخلاط وتبون تشربون اياها. مو انا اللي ترى اشرب المر اللي انتم قاعد تنشرونه في المجتمع، تشربونه انتم مو انا اللي اشربه. فاحذروا. اخوكم جابر الصالح. الله يحفظ الكويت ويحفظنا كلنا وييسر امورنا وييسر اموركم ويصلح حالكم ويصلح حالنا. والكويت جميله، ابتعدوا عن العنصريه، لان حلوه الكويت في اهلها مش بعنصريتها. قل خيرا واصمت. اخوكم جابر الصالح.